يلا بينا نعمل فراخ مشوية في الفرن مع بطاطس مقطعة. انا جبت بطاطستين اتنين وقطعتهم زي ما احنا شايفين كده، يعني ادخل من الشيبسي بحاجة بسيطة بحيث انها تشرب التتبيله وما تبقاش تيجي تاكلها تبقى زي كانها بطاطس مسلوقه، لا تلاقيها بطاطس حلوه شاربه من التتبيله بتاعتها وعاينه التتبيله من الفراخ. وطبعا انا عملت الفراخ المشويه بالتتبيله بتاعتها ونزلتها قبل كده بصلايه، طماطمايه، فلفلايه، عسل اسمر، ملح وفلفل، وحابه تحطي بهارات حطي، انا ما بحبش اكتر من البهارات، وحطيت بابريكا وشعرة كركم. خلاص. وقطعنا الفراخ طبعا بعد ما جبناها وغسلناها كويس جدا. قطعت الفراخ شرحتها كده، قطعتها كده وحطيتها في التتبيله لمده ساعه، ويا سلام بقى لو تبيتيها كمان من بالليل، وسبتها في كيس كده في التلاجة لحد مدة ساعة. وبعد كده هنحطها بقى في الصينية بتاعتنا، وحطيت معاها زيت. وحابة ان انت تقطعي شايفين مقطعاها مجزلاها، حابة ان انت تقطعيها اصغر من كده، يعني تجيبي الفرخة تقطعيها على 8 تقطعيها. وكل طبعا ما تسيبيها في التتبيلة بتبقى طعمها تحفة. ومولعة بقى الفرن عندي على درجة حرارة 180، وهحطها بقى من تحت الاول، وبعد كده بقى لما خلاص تبدأ تستوي هبدأ ارفعها فوق على الشواية او ايد الشواية. عاملة جنب الفراخ المشوية كان عندي ربع كيلو لحمة مفرومة، عملتهم بتاع ده كبيب. بسم الله ما شاء الله بقى. هي طبعا لسه ما استوتش. الفراخ في الفرن اهي، كل ما بتنشف بعمل بنزل لها الصوص بتاعها كده في الوش. طلعنا الصينيه بتاعتنا اهي، الفراخ المشويه اهي والبطاطس، والريحه طالعه جميله. وطبعا انا مش قادره ادوق دلوقتي عشان احنا صايمين ال6 ايام البيض من شوال. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يجعله شهر مبارك عليكم جميعا. تعالوا نشوف بقى، انا جهزت الطبق اللي احنا هنفطر بيه اهو. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي الكبيبه بتاعتنا اهي، والفراخ والبطاطس، وعملت السلطه، وعندنا الليمون ده انا مخللاه، ليمون وجزر وفلفل. وتفضلوا معانا وبألف هنا للي هياكل، واقول لكم اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.